والله يا حاج احمد يا ابن احمد، الراجل ده طول ما هو معاكم هيجيبكم الارض، والله عينه وحشه، خلي بالك. ليه يا كابتن الخطيب؟ هو الناس دي بتدفع ايجار ملعب واحنا ما بندفعش يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. مش كلام يا جماعه، ما ينفعش الكلام ده خالص نهائي. ايه يرحل دي من مباراه؟ هيرحل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفني انزل تحت اعمل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، واديني لايك يا معلم. نفسي نوصل ل 100 لايك بصراحه والله العظيم، نفسي نوصل ل 100 لايك. واديني كومنت يا معلم، هرد عليك في كل الكومنتات. واعمل لي شير بقى، وصل لي الحلقه ديت لابعد مكان، وفجر لي الحلقه يا معلم، ويلا بينا نبدا حلقتنا. بص يا عم الحاج، انت بتاع القناه بين سبورت، مع احترامي ليك انا ما اعرفش اسمك شخصيا، بس طول ما المذيع ده معاكم صدقني هتخسر، والله العظيم هتخسر كتير. انا مليت. ده عايز واحد مغصب بامانه. ده مش شخصيه مذيع. انا اتشليت. عمال يقول وعمال يقول شعر وحاجات يعني فظيعه فظيعه بصراحه، يعني بيقول يعني مش وقتها خالص، وبعدين بيقول معلومات ما حدش يعرفها الا هو. يعني سبحان الله. الاستاد فيه حوالي 40,000 متفرج على كلامه، كلهم مش لابسين كمامات. شاف ال 40,000 مش لابسين كمامات؟ يا عم احنا داخلين ايه؟ احنا مالنا ومال القصص ديت؟ واول ما بواليا وقع قال لك اكيد عنده مشكله في التركواه. يا عم لا يجي لك تركواه في دماغك. يا عم احنا مش عايزينك بامانه تزعل لنا ماتشات. وشك فقر نحس، عينك وحشه. مباراه الاهلي والشناوي العظيم، يا دوب قال الشناوي العظيم دوب اتلبينا الجول. ليه بتعملوا فينا كده يا جماعه؟ ليه يا عم احمد يا ابن احمد انت بتعمل معانا كده ليه؟ ومفيش غير المذيع ده؟ هات لنا اي مذيع يا عم، هات لنا مباراه صامته. ده بيقول معلومات فظيعه، بيقول لك اكرم توفيق اخو احمد توفيق واخو عبد العزيز توفيق. ما احنا عارفين ان هو اخو عبد العزيز توفيق. ايه الجديد اللي انت جبته يا عم؟ انت بتحبطنا ليه؟ بتكرهنا في الكوره ليه؟ انت مالك بتذيع اصلا ماتشات الاهلي ليه يا عم؟ احنا مش بنحبوك. يقول لك المباراه ديت عايزه عرضيات، لعبوا عرضيات يا دوب تلعب. ولي قال لك لا لا لا، المباراه ديت عايزه مروان محسن عشان مروان محسن هيقدر يهدف وفي العرضيات. شويه يقول لك عرضياتك فين يا هاني ومحمود؟ يا عم انت بتتفرج على مباراه ثانيه ولا انت بتحكي بالمحكي وبتهري وخلاص؟ عدد سكان تنزانيا مش عارف كام، عدد سكان المسلمين كام. يا عم انت طالع تعمل احصائيات ولا مباراه كره قدم؟ يا عم يا تتكلم عن الفنيات ما تتكلمش، ومو احسن لك ما تطلعش المباراه بتاعت الاهلي خالص. حكم المباراه والضغط اللي عمله على اللعيبه، ويا كابتن الخطيب رجاء بعد اذنك قدم شكوى للاتحاد الافريقي. احنا ليه ضعاف قوي كده؟ ليه مستسلمين كده؟ ليه احنا كل سنه في مشكله معانا مع التحكيم في افريقيا بالذات؟ احنا اكتر فريق مظلوم تحكيميا. انا مش بنتكلم على اخر دقايق يا جماعه. لو هنتكلم بالمنطق، انت ما تقعدليش 92 دقيقه بتنقل لي الهجمه سلو موشن وتيجي تقول لي ان انت عشان دقيقه خلاص يعني فرقت معاك الدقيقه. اخر دقيقه دي فرقت معاك. انا معاك ان حارس المرمى وقع 3 دقايق بالظبط والحكم حسب 4 دقايق، بما في ذلك مثلا ان انت مرتين مستقطعين للميه ان هم يشربوا ميه. يعني على الاقل المباراه ديت كانت 7 دقايق تمام، بس خلاص انتهينا. الوقت بيعدي خلاص. انت جاي الجون فيك في الدقيقه 30، من الدقيقه 30 ومش عارف تعوض. بيضيعوا وقت معاك، بس مش هيضيعوا 70 دقيقه، مش هيضيعوا 60 دقيقه، مش هيضيعوا 65 دقيقه. يعني ارحمونا شويه، ارحمونا شويه. انا مش بنتكلم على النقطه دي في التحكيم، وبنتكلم كابتن الخطيب ان هو يقدم شكوى عشان مش منظر ملعب مباراه دوت. ده سويقه 40,000 متفرج في مباراه ليه؟ وانت هنا في مصر بتيجي بالطالب كبيرك 4000 واحد. يعني يوم ما اقول لك انا وديت لك الجمهور بتاعك 4000 واحد، ليه؟ هم رجال علينا ليه؟ افريقيا دايما وماما افريقيا والادغال الافريقيه والشغله ديت، ليه هم كعبهم عالي علينا في الشغله ديت يعني في التحكيم ان كان او في التنظيم ان كان او الكلام دوت؟ ليه احنا ما بنتكلموش اصلا؟ احنا خايفين من ايه؟ ليه ما نعملوش زي المغرب مثلا ولا تونس والناس دي وتتكلم ونبتدوا نطلعوا نتكلموا في القصص دي؟ نيجي بقى على المباراه وتحليل الاداء بتاع المباراه. عم موسيماني نايم في البطيخ، نايم في العسل جدا. بدا المباراه ب 4-3-2-1. 4-3-2-1 عباره عن الاربعه المدافعين، 3 في نص الملعب. طب انت بتلعب 3 في نص الملعب ليه؟ انت عندك بره السوليه، عندك حمدي فتحي وديانج واكرم توفيق، وعندك السوليه بره على الدكه. طب انت ليه بتعمل كده؟ اولا من مده كبيره جدا في شارع وفي فراغ، في فجوه كبيره تقريبا نص الملعب مخاصم المهاجمين. ليه؟ مش عارف. الاهلي محتاج لعيب حريف، محتاج لعيب رقم 10 حريف، محتاج ينقل الكوره اسرع من كده. الكوره بتتنقل سلو موشن خالص، تلاقي الكوره رايحه يمين وراجعه تاني، شمال وراجعه تاني، نص الملعب بعد ما يعدي نص الملعب وهجمه يرجع بيها تاني، بواليا يوصل منطقه الجزاء يرجعها تاني لمحمد هاني. ايه يعني؟ انت ليه بقالنا مده كبيره وبقالنا سنين كتير جدا الاهلي مش عارف يعمل هجمه مرتده؟ يعني هجمات المرتده سلاح الانديه. مفيش
هجمات مرتده، مفيش ضربات ثابته. اي اشتراك وحتى لو الجون هو اللي ضرب بواليا بيبقى فاول على اللي الجون. ليه مش عارف؟ حكم تحس ان هو ابيض حكام، والوليه اللي واقفه معاه على الرايه مش فاهم في ايه، والحكم التاني يفضل حاطط ايديه جنبه لحد ما يشوف الحكم حسب ازاي ويروح جاي مديها لنفس الاتجاه. لو الحكم عمل كده يروح عمل كده، عمل كده عمل كده، يستنى بيتفرج. كابتن موسيماني ما عندوش ما بنلاقيلوش كده الماتش ده، مش لاقي له حلول. يعني انت المفروض ان انت تنزل تهاجم، غايب عنك رقم 10، خلاص ابتدي غير في الاجنحه. كهربا عنده مرونه وعنده استهتار كبير جدا. جات له كوره في ال 18 لعبها له بواليا، هي ما لمستش رجله اصلا، بتفوت من على رجله. ايه ده؟ وكذا مره يكرر نفس النقطه دي. بواليا بعد ما يعني خش بيها ببطن رجلك في اول المباراه، خدها بالكعب ويلف بيها تاني واثنين يخش عليه، مفيش حلول. نزل مروان محسن. طب انت من اول المباراه يعني خلص الشوط الاول بنتيجه واحد، كنت ممكن تعمل الخطه ديت. طبعا احنا متفرجين، احنا مش عارفين طبعا اللعيبه ديت مستواها ايه، او اللعيبه ديت كانت في اليوم بتاعها ولا مش في اليوم بتاعها. بس في حاجه اساسيه كان لازم تلعب بيها. ايمن اشرف كان لازم يبتدي باك شمال، بمعنى محمود وحيد مش وحش، محمود وحيد لعيب بيلعب مباريات محليه من سنه في الثلاجه، وجايبه تلعبه ماتش افريقي. ليه؟ ماتش افريقيا محتاج لعيبه عاليه في الخبره الافريقيه. مش بنتكلم عن المهاره، مش بنتكلم عن المستوى، مش بنتكلم عن الشغله دي، انا بنتكلم عن لعيب هادي، لعيب فاهم افريقيا، لعيب عارف امتى يعلي الريتم وامتى يبطل الريتم. لعيب زي ايمن اشرف راجل هيسد معاك كمان في الجنب الشمال. يعني رقم 11 اللي كابتن احمد الطيب ده كل شويه يقول لك عليه العفريت عفريت عفريت، مفيش حد بيخش عليه، كله بيعمل كده من بعيد. يعني كله خايف يحط رجله. ليه؟ خايف تحط رجلك ليه مع المهاجم؟ حط رجلك وخوفه، اخبطه خبطه كده، خوفه منك، قلقه منك. انا معاك، الحكم هيديك انذار مفيش مشكله، بس هتقلقوا منك، هتخوف اللعيب منك. عندهم كام لعيب جامدين قوي، عندهم بواليا عملاق، رقم 7 ده لعيب جامد جدا، ورقم 11 لعيب، ورقم 15 لعيب. ما عندهمش لعيب او اتنين، عندهم حارس مرمى عملاق. طلع كوره محمد شريف بصراحه ما تطلعش، كوره صعبه جدا، وهو حارس الجوله اللي فاتت. عندك كام لعيب حلو، انت ليه رايح تدافع قدام فرقه زي ديت؟ بتدافع ليه؟ زي ما قلت لك ناقصك رقم 10، احسن واحد يلعب رقم 10 هو اجاي، بتفنن وبتخترع. مش عايز تنزل قفشه يا عم، خلاص عندك اجاي، ولعب محمد شريف شمال ورجع كهربا يمين والعب، نوع. مش لازم تخترع فيها وتخلي 4 يلعبوا ديفندر. 4 بيلعبوا ديفندر ليه؟ ليه بتضيع على نفسك 5 دقايق ولا 10 دقايق بدون هجوم ليه؟ انت مغلوب مش متعادل، مغلوب 1-0. في الاوقات اللي زي ديت كان مانويل جوزيه كان بيعمل ايه بقى؟ كان بيزود المهاجمين 2 3. شفنا لما مروان نزل مع محمد شريف عملوا شغل الاثنين مع بعض. مروان محطه كويسه، ريحها لمحمد شريف في كورتين، كنا نقدر. ليه انت كل ما تتغلب بتدافع اكتر؟ ليه؟ بتبطئ الكوره. مفيش لعيب في الاهلي بيعرف ينقل الكوره بسرعه، مفيش التيكا تاكا اللي كانت موجوده ايام فايلر للامانه، عشان محدش يزعل مني. كان اداء فايلر عالي جدا، كانت الكوره بتتنقل بسرعه، في ثانيه تلاقينا قدام. كارتيرون يعني من احسن المدربين في اخر 10 سنين اللي كان بيلعب هجمه مرتده، وده شفناه في مباراه الاهلي والزمالك اللي الزمالك غلبنا فيها 3. فمش عارف كابتن موسيماني مصمم ان هو مش عايز يطور من نفسه، بياخد اللعيبه اللي هم عنده دول وبيكتفوا بيهم وخلاص. هات جديد، نوع. خط الدفاع ما نقدرش نتكلم عليه، بدر بانون وياسر ابراهيم ما شاء الله عليهم، الله يبارك لهم بصراحه. يعني كذا كوره مع وجود غفوات، بس مفيش مشكله. محمد الشناوي طلع كوره من تحت رجله ما تطلعش، كانت كفيله ان احنا نشيله نتيجه كبيره زي نتيجه سان داونز، كفيله. لان الاهلي ما بيعرفش يعوض في العالي. بمعنى ايه؟ هم كانوا راكبين المباراه لعيب على لعيب، هم اعلى فنيا كلعيب على لعيب، كانوا بيلعبوا بينا الكوره. اللعيب تلاقيه جاي له الكوره يعمل كده، لعيب الاهلي يجري وهو لسه ما لمسهاش. فين اللعب وفين كاس العالم والخبرات اللي انت خدتها من كاس العالم؟ وبعد ما غلبنا من بايرن ميونخ خاصه احنا خدنا خبره من مين؟ خبره من مين؟ انت خلاص بالنسبه لسيمبا التنزاني محتاج 4 نقط، فوز وتعادل كده ضمن مقعد، يا الاول يا الثاني، خلاص المجموعه رسمي. انت وفيتا كلوب وكل واحد تلعب. ما تنساش ان انت رايح للمريخ السوداني في السودان، المريخ اللي جاي فيه 7 تجوان دلوقتي. المشكله عربيه مش كوره، المشكله ان العرب مع بعض في مشاحنات جامده، في كل واحد بيحب يبين نفسه على التاني. المريخ عمره ما هيطلع 0 نقاط من المجموعه دي، وانا بقول لكم المريخ عمره ما يطلع 0 نقاط من المجموعه دي. الاهلي مطالب ان هو يغلب فيتا كلوب في الماتشين ويغلب سيمبا هنا، وماتش المريخ ده لا حول ولا قوه. انت عادل فيه مفيش مشكله.
والمريخ ممكن يكسب سيمبا، ايه المشكله؟ يكسب سيمبا. على فكره اللعيبه الافارقه مع بعض حاجه تانية. اللعيبه بتاعتك خايفه تخش على اللعيب، خايفه تخش على اكرم توفيق اللي كان بيقول انا وهخش والعب وبيلعب برجوليه. الماتش ده مختفي تمام، خايف من الماتش مش عارف ليه. لو اديت وحش ايه المشكله؟ بس ادي، اعرق، اجري. بنشوف رقم 11 بيعدي من 4 لعيبه في نص الملعب، حاجه متاهه، حاجه تزعل جدا يعني. بغض النظر عن النتيجه مفيش اداء. يعني كنا طول عمرنا الاهلي يلعب اداء كويس من غير نتيجه كنا بنطلع بنشيد ونتكلم ونقول الله ينور. المباراه دي مفيش ابيض، ولا نتيجه ولا اداء ولا اداره مباراه. مفيش اداره للمباراه، مفيش اداره للمباراه. مباراه الفريق ده مش عالي قوي، يعني مش عالي جدا زي ما احنا ما بنقول. لعيبته كويسه جيده، فيهم كام لعيب كويس، بس انت الاقوى، انت بطل افريقيا، انت حامل اللقب. المفروض الليفل بتاع اللعيب بتاعك اعلى منهم، الامكانيات الفرديه للعيب اعلى من الامكانيات الفرديه عندهم، ولكن بنلاقي العكس، امكانياتهم الفرديه هم اعلى مننا. معرفش ليه. طبعا بنتمنى التوفيق للاهلي في المباراه القادمه ان شاء الله. وفي نهايه الحلقه النهارده بنشكر كل الناس الجميله اللي كانت معانا. لايك وسبسكرايب وكومنت، هرد عليك في الكومنتات زي ما عودتكم في كل مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.